ازيكم يا سنة تالتة اعدادي عاملين ايه؟ رجعنا النهارده بفيديو جديد هنشرح فيه يونت 9. هنشرح الافعال اللي بيجي بعدها 2 plus imperative او verb و ing او الاتنين مع بعض. في افعال هناخد بيجي بعدها 2 plus imperative او verb و ing من غير ما يتغير معناها، وفي افعال بيجي بعدها 2 plus infinitive و verb و ing بس معناها بيتغير. تعالوا كده معانا ونبدا ناخد الverbs اللي بيجي بعدها 2 plus infinitive. لازم اولا احنا نتفق مع بعض على حاجه. هنتفق مع بعض على ايه؟ يعني احنا لازم نحفظ الفيربز دي، خلاص لازم نحفظها ونحفظ كل فيرب بيجي بعده ايه. لازم احفظ الفيربس بيجي بعدها 2 plus infinitive، الفيربس بيجي بعدها ing. وهنبدا مع بعض باول حاجه الافعال اللي بيجي بعدها او الفيربس followed by 2 plus infinitive. زي ايه؟ زي agree، زي arrange، زي ask، زي choose، زي decide، زي expect، زي encourage، زي invite، feel, help, hope, intend, need, learn, manage, offer, plan, promise, refuse, threaten, want, wish. أنا عايزة أقول لك على حاجة. احنا هنقسم الأفعال دي عشان مش نتلخبط. في أفعال بتعتبر من الأفعال الدالة على الفيتشر أو المستقبل. يعني إيه؟ يعني أنا عندي على سبيل المثال verb plan، verb promise، verb تعالى معايا intend، verb hope، verb تعالى معايا arrange، verb decide، verb expect. الأفعال دي تعتبر من أفعال الفيتشر أو اللي بستخدمها في المستقبل. I expect she will وهكذا. فاحنا نعلم كده على الأفعال دي كده نحفظها عشان الفيتشر بيجي بعدها 2 plus infinitive. يبقى تاني agree، arrange، ask، choose، decide، choose، decide، choose، decide، expect، encourage، invite، fail، help، hope، intend، need، learn، manage، offer، plan، promise، refuse، threaten يعني يهدد، want، wish. want و wish بنعتبرها اسمها أفعال الرغبة. خلاص يا شباب، أفعال الرغبة بيجي بعدها 2 plus infinitive. هنخلي بالنا من حاجة، احنا هنبدأ نشتغل على جزئية كده مهمة، والنهارده بقى ايه انا هشتغل معاكم براحتي جدا في حاجات انا هديها لكم كده ما بين السطور. هاخد بالي من ايه؟ بصوا معايا. اول حاجة بيقول لي my neighbor agreed to water my plants when we were away on holiday. يعني بيقول لي جاري وافق ان هو يسقي الزرع. agree هنا جه بعدها to plus infinitive. يبقى انا ايه الدور اللي المفروض اعمله؟ ان انا احفظ الافعال دي زي ما هي بالظبط. تعالى على بعده. I wanted Omar to work hard. I want ممكن يجي بعدها to plus infinitive او اجيب في النص subject. خلاص اجيب في النص object مفعول، يا اما اجيب مفعول يا اما اجيب to plus infinitive على طول من غير مفعول. تعالى خش على اللي بعده. احمد decided not to use my tools. احمد قرر ما يستخدمش ادواتي. دي الجزئيه اللي انا عايزه اقول لك عليها. ايه هي بقى؟ بص يا سيدي، انا عندي بعض الافعال زي مثلا advice، زي مثلا decide. خلاص يا شباب، مالها الافعال دي؟ وزي الافعال الكتير اللي احنا قلناها بيجي بعدها 2 plus infinitive زي were، زي plan، زي attend. انا لما اجي اقول الافعال دي بيجي بعدها 2 plus infinitive ثابته، عايزه اجي انفي الفعل ده. يعني لما اجي اقول I decided خلاص او I advised him على سبيل المثال، نغير الفعل. I advised him انا بنصحه. I advised him to study medicine أو to study hard. أنا بنصحه يذاكر بجد. لما أجي أشوف الفيرب ده، خلاص verb advice بيجي بعده object مفعول، وبعد المفعول بيجي 2 plus infinitive. عايزة أعمل نيجاتيف للجملة، ما أروحش جاي قايل I didn't advise، لا أنا أروح جاي قايل I advised him not to. يبقى أنا هنا وصلت لإيه؟ تعالى بقى معايا، أي فعل بيجي بعد to plus infinitive يبقى النفي بتاعه not to. زي verb على سبيل المثال used to، أنت واخد النفي بتاع used to إيه؟ يا إما didn't use to يا إما used. بص أهو not to. معايا يا شباب؟ يبقى اما اجي اقول في عندك verb بيجي بعده 2 plus infinitive كقاعده ثابته، عايزه فيه ما اقولش I don't ولا I didn't ولا I want ولا I مثلا didn't، لا اروح جايه نافيه الفعل نفسه بنوت قبل to. يبقى I advised him to، I advised him not to، I decided to، I decided not to. يبقى اما اجي اقول I decided
خلاص معايا I decided not to smoke. انا قررت ما ادخنش بمنتهى البساطه. يبقى دي قاعده بسيطه جدا وسهله، واتفقنا فيها ان احنا نعمل ايه، ان احنا هنحط بعد الفعل نقط وبعدين to plus infinitive. يبقى دي كده اول جزئيه. يبقى كده اتفقنا مع بعض يا شباب في الجزئيه دي لما نيجي نجيب الفيرب plus to infinitive نروح عاملين ايه، نروح حاطين not to plus infinitive. نخش على الجزئيه اللي بعدها. بيقول لي هنا verbs followed by verb ing اللي بنسميها gerunds. يعني مثلا على سبيل المثال هاجي اقول ايه avoid. يعني ايه avoid؟ ما انت واخد كلمة avoid يعني يتجنب. انا عايزه اتجنب الحاجه دي او مش عايزه اعملها، يبقى avoid من الفيرب 3 يبقى ده ing. عندك avoid consider يعني يفكر فيه بتسمي think about. عندك deny dislike enjoy finish. عكس finish يا شباب start برضو. خلاص start و begin من الافعال بيجي بعدها verb ing. imagine include keep يعني يفضل. ما يقولك I keep مثلا I keep going I keep dying I keep studying يبقى verb ing. mind ده حوار هنقوله دلوقتي يعني يمانع. ما يقولك I don't mind going out أنا ما عنديش خالص أي مشكلة I don't mind خلاص going out خلاص خلصنا I don't mind going out ما عنديش مانع أخرج. يبقى mind verb ing. practice وركز برضو في جزئية كده. عندك حاجة اسمها practice فيها نوعين من practice. في practice C وفي practice S. خلاص practice C يعني يمارس و practice S الممارسة. خلاص معايا. في عندي recommend في عندي خلاص suggest في عندي admit في عندي consent. يعني يلا بينا I can't stand going out أنا مش قادرة استنى يلا نخرج. يبقى نيجي نتكلم مع بعض. عندي avoid consider deny like dislike enjoy finish imagine include keep mind practice recommend suggest admit consent. في عندي جزئية بقى تعالى معايا ليها كده اللي هي جزئية ايه؟ جزئية suggest. أنا عايزة أتكلم على نقطة suggest خلاص وبتساوي suggest ايه يا شباب؟ بتساوي suggest recommend. انا عايزه اخلي بالك معايا كده في حاجه. suggest او recommend ده حوار اسمه كده اللي هو فعل يقترح. هنسميه حوار. ليه حوار؟ القاعده دي او الفعل ده مش ليه استخدام واحد، لا ليه استخدامات كتير. suggest و recommend بيجي بعدهم كذا حاجه. وخلي بالي بص انا عملت كام حاجه 1 2 3 4 5. اول حاجه suggest I suggested انا بقترح going out انا بقترح نخرج يبقى verb ing. I suggested the cinema يبقى جبت ايه؟ جبت now. I suggested that we should study hard يبقى انا جبت that وحطيت should وجبت الفيرب زي ما هو infinitive. I suggested that وجملة كاملة فاعل وفعل ومفعول. I suggested that he play tennis أنا قمت اقترحت إن هو يروح يلعب تنس. طب لاحظت إيه؟ الواد ده يجي يقول لي إيه؟ الواد ده بيقول ناس بتقول he play وهي دي مفرد المفروض يزود لها اس. هقول لك لأ تعالى بقى انا مع suggest و recommend ليها حاجه كده مختلفه. بدلها تيجي ذات الحالات البسيطه جدا او الحاجات اللي مش موجوده كتير. انا لو جبت suggest that recommend that الفاعل مفرد او الفاعل جمع بنجيب بعد هي او سي او وي الفعل infinitive. ايه ده بجد؟ تعالى بقى خش على التركية. سنة تالتة ثانوي تانية ثانوي تجيلك أولى ثانوي اللي هي إيه؟ في ناس تيجي تقول إيه؟ مس أنا ساعات بشوف suggest و recommend بيجي بعدها to plus infinitive. أقول له صح بس غلط في نفس الوقت. يعني إيه يا مس؟ ما تجيهاش كده معاها سلق بيض. لأ أنا عشان أجيب suggest و recommend مبنية كده أجيب بعدها to infinitive لازم أجيبها بصيغة مبني للمجهول. يعني أقول إيه؟ اقترح عليا I was suggested to go out أنا اقترح عليا إن أنا أخرج. إيه ده؟ يعني أنا عندي كده suggest و recommend لوحدها ده فيلم لوحده درس تاني لوحده حوار. يبقى قلنا في عجالة suggest و recommend
verb ing now. خلاص that وفي فاعل should وshould بتيجي بعده infinitive. that وفي فاعل مفرد او جمع الثابت عندي infinitive. امتى نجيب مع suggest؟ خلاص to اذا كانت suggest و recommend جايه في صيغه مبني للمجهول. تمام يا شباب؟ نرجع تاني. خلاص طيب نرجع تاني نقول ايه؟ نرجع تاني نقول انا عندي الفيربس اللي بيجي بعدها ing نحفظها. you should avoid لازم تتجنب going out at night. ولد لازم تتجنب ان انت ما تخرجش كتير بالليل. ادي جزئيه. تمام طيب we should احنا هنخلي بالنا بس انا براجعهم معاكم عشان هنحل عليهم. avoid going verb avoid going get ing. طيب تعال he suggested not going يبقى دي الجزئيه اللي احنا لسه قايلينها اللي هي ايه؟ لو انا قلت verb بيجي بعد طول مصدر هنفيه يبقى جيب بعد الفيرب not قبل to. طب لما اجي اقول لسه قايله لك اهو I avoid playing يبقى I avoid not playing يبقى انا نفيت الفعل بنوت وبعد كده حطيت الاي ان جي. ادي جزئيه تانيه. تمام يا شباب؟ تمام. قال لك ايه؟ قال لك verbs followed by الاثنين to infinitive وverb ing زي ايه؟ تعالى يا حبيبي. هل يا مس هنا بتتغير في المعنى بتاعها؟ هقول لك لا ما بتغيرش المعنى بتاعها. يعني ايه ما بتغيرش المعنى؟ يعني انا عندي verb زي begin start لسه قايلك begin و start زي ما كنا قايلين finish. قال لك finish بيجي بعدها ing. طب ليه ما قالكش بقى start ولا جاي قال لك begin؟ عشان هي بيجي معاها الاثنين اللي هم ايه الاثنين؟ to plus infinitive وفيرب ing. بس بيقول لك ايه بقى يا حبيبي؟ بيقول لك المعنى ما بيتغيرش. يعني ما اجي اقول I start to study هي نفسها I started studying. ما اجي اقول I begin to play I begin playing وهكذا. continue هيجي بعدها to plus infinitive خلاص او verb ing. I continue to study hard I continue to studying hard. hate I hate reading books I hate to read books. المعنى مش هيتغير دون فرق في المعنى. like وهكذا ولف وبريفير اللي هي الحاجات اللي لها علاقه بالمشاعر. love like hate بريفير وخش معاهم في start to begin continue. تاني love like hate بريفير start finish خش continue. تمام يا شباب؟ تاني love like hate بريفير start begin continue ما بيتغيرش المعنى. قال لك ايه؟ we continue to run أو we continue running until we got home. قعدنا نجري لحد ما وصلنا البيت. لاحظ إذا استخدمنا would لا 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 ده قصة تانية خالص. أنا عندي يا شباب would لما نيجي نستخدمها بتختلف. طبعا أنا عارف إن would خلاص احس إن الأفعال دي بقى ده love وبريفير ولايك. خلاص التلاتة دول لسه قايلين بيجي بعدهم ايه يا ستي؟ انا عندي لايك وهيت او لاف بيجي بعدهم verb ing او to زائد الانفينيتيف. خلاص طيب prefer verb ing. طب لما اجي اقول would وجايبه مع would like لا والله هي واخده حصانه. like واخده حصانه من مين؟ واخده حصانه من would محجرجه عليها يا like ما يجيش بعدك ing. انا موجوده هتجيبي to زائد الفعل في المصدر. ومش انت بس انت والاتنين كمان اللي هما مين؟ would هيجي معاها love. خلاص غير would love would like هيجي بعدها to plus infinitive. طب يا would معاكي واحدة كمان would prefer مالها؟ برضو to plus infinitive. ايه ده يا مس؟ يعني هي would مسيطرة على التلاتة دول؟ رغم ان هما بيجي بعدهم like verb ing مصدر او بعدين هيجيب بعدها to المصدر. would قايله لها لو انا جيت معاكي ما تجيبيش بعدك خلاص ing. يبقى I'd like to play tennis I'd love to play tennis. فانا لما اجي اقول لك ايه I would love to play tennis باجي اقول لك ايه؟ اديني يا بابا بعد اذنك love بس. بسيطه شيل would يا عم الحاج. حاجه من الاتنين يا اما تقول would هتشيلها وتقول love to يبقى I love to play tennis يا اما I love
خلاص نشيل تو نقول I love playing tennis وتبقى زي الفل وكده يبقى انت قضيت الغرض. خلاص يبقى احنا قلنا would like would love would prefer to plus infinitive. جزئية بسيطة كده انا عندي برضو عشان تفتكرني، عندي would rather. would rather بيجي بعدها ايه؟ بيجي بعدها infinitive وقلناها في فيديوهات كتير بدون حرف جر. خلاص يعني تحس ان would دي مسيطرة، دايما بيجي بعدها infinitive. خش على اللي بعده. تمام يا شباب؟ خش على اللي بعده. نيجي بعد كده هنقول ايه بقى اللي احنا لسه قايلين دلوقتي، هنطبق عليه اللي هو I would prefer to finish. انا بفضل ان انا اخلص my work early today. انا عايز اخلص شغلي النهارده بدري بعد اذنك. خلاص فانا جبت بعد ايه؟ جبت بعد would، واحنا عارفين would اختصارها apostrophe T. I would prefer to finish. قال لك لاحظ ان ايه؟ انا عندي هو الفعل would prefer عادي. طيب لاحظ ايه بقى؟ احنا قلنا ان begin و start بيجي بعدها verb ing خلاص وتو الماستر، بس لو start و begin جه فيهم اصلا اي ان جي يعني جت في صيغه continuous مستمر، يبقى ما ينفعش احط بعدها مستمر. يعني لما اجي اقول ايه مثلا؟ ما اجي اقول the rain زي ما بيقول اهو the rain is starting، ما ينفعش اقول raining او اقول falling او لا، انا قلت the rain is starting ده الفيرب بتاع start to begin جه فيهم اي ان جي، في الحاله دي هي اللي هضطر اجيب تو بلس infinitive. معلومه مهمه يا شباب. يبقى هنا الفعل ايه؟ start to begin جه اصلا بعده ايه؟ جه اصلا بعده تو المصدر او فيرب ان جي. طب انا هختار ايه بس؟ اختار فيرب واجيب بعده تو بلس infinitive اللي هو جاي جيرنت مصدر. خلاص يا شباب؟ طيب نيجي بقى على الجزئيه المهمه. فاحنا كده قعدنا نمشي مع بعض خطوه خطوه. الفيربس اللي بيجي بعدها تو بلس infinitive استخدمناها، ننفيها بايه؟ not to. الفيربس اللي بيجي بعدها ing ننفيها بايه؟ not verb ing. الفيربس اللي بيجي بعدها ing او to المصدر وفي قبلها would يبقى هيجي بعدها to plus infinitive. ركز كده معايا واشتغل. اول حاجه بيقول لي ايه؟ عندي verbs زي remember forget stop try. طب حط من عندك انا، حط من عندي انا regret. كنت عملتهم ريل سريع، لو انت شفت الريل ده في ثانيه اقل من دقيقه لميت لك ده كله. خلاص موجود على الفيسبوك في ثانيه انا لما لك ده كله. هاجي اقف كده واقول ايه؟ remember يتذكر عكسها forget. طب يبقى انا كده ايه هجيبه معايا؟ remember forget try stop regret. تاني كده remember forget try stop regret. مالهم دول؟ احنا لسه قايلين في فعل بيجي فيه to plus infinitive خلاص ليه معنى، verb تاني ing ليه معنى، في verb بيجي معاه الاتنين ومعناه واحد. فعل بقى بيجي ده الافعال دي بيجي بعدها to infinitive و verb ing. بس تعالى يا بابا، تعالى يا حبيبي، المعنى بيتغير تماما. والله بس بيتغير. احس ايه I like to play tennis هي نفسها I like playing tennis، هي نفس المعنى. لكن لما اجي اقول لك ايه بقى معايا كده؟ remember to plus infinitive بتختلف عن remember verb ing. يعني ايه؟ هنتعود كده. هتيجي طالب يقول لي مش بصراحه انا بتلخبط كتير قوي فيها. اقول لك لا بص يا سيدي، الفيرب زي remember to زي forget to خلاص ينسى انه لم يفعل شيء، يعني ما عملوش، ينسى ان هو يعمل الحاجه اصلا. يعني ايه remember to plus infinitive؟ يعني ايه؟ يعني الشخص نسي يعمل الحاجه. خلاص remember sorry يتذكر انه لم يفعل الشيء. انا عندي هنا forget، انا افتكرتها forget، انا اسفه. remember to يتذكر انه لم يفعل الشيء. انت بس هتحط حاجه بسيطه، لما تلاقي to قول لم يفعل يبقى انت كده حفظت. فهمت؟ يبقى I remembered أو remember to bring your homework tomorrow، يعني افتكر تجيب واجبك بكرة. خلاص افتكر تعمل الحاجة يبقى انت ما عملتهاش. تمام؟ طيب I remember waking up in the middle of night، يعني انا افتكرت ان انا قمت بالليل، يبقى فعل الشيء، يبقى هو افتكر ان هو فعل الشيء. يبقى بمنتهى البساطة remember to يتذكر انه لم يفعل الشيء. I remember to buy some food، يا نهار ابيض افتكرت انا المفروض اشتري اكل، يبقى تذكر انه هيروح يشتري الاكل، يبقى هروح على طول اشتري.
خلاص معايا؟ وبعدين يقول لك ايه، روح البيت يقول ايه I remembered. خلاص I remembered buying food. انا افتكرت ده انا جبت كل طلباتي موجودة في البيت. طب تعالى على forget. forget to plus infinitive يعني ايه؟ ينسى اصلا يعمل حاجة. ماما قالت لك وانت ماشي كده ايه؟ وانت راجع البيت هات معاك مثلا كيس عيش اللي هو ايه؟ هقول لك يا نهار ابيض I forgot to buy the bread. انا نسيت اشتري العيش. يبقى اهو I forgot to buy her grandfather's newspaper. نسي يجيب لجده الجريدة so he was very angry. عشان كده جده كان متضايق جدا وزعلان. يبقى الشخص اصلا نسي ان هو يعمل الايه؟ نسي ان هو يعمل الحاجة. معايا يا شباب؟ الشخص اصلا نسي يعمل الحاجة. يبقى اما اجي اقول forget to plus infinitive نسي يعمل الحاجة يبقى لم يفعل الشيء. طب اما اجي اقول forget to verb ing هو عمل الحاجة بس نسي انه يعملها. I forget phoning the manager. انا نسيت ان انا اتصلت بالمدير بتاعي so I phoned him again. اتصلت بيه تاني. قال هو ايه المجنون ده؟ ايه الراجل المجنون ده؟ اتصلت بيه تاني. اصل انا نسيت ان انا كلمتك واحنا كلنا عاد بيجي لنا زهايمر. خلاص يا شباب؟ يبقى كده نيجي نقول remember to plus infinitive يتذكر ان يفعل الشيء يعني لسه ما عملوش. ايه ده ماما قالت لي هات عيش ملح اروح اجيبه اتهزق يبقى I remember to buy. خلاص امال ايه remember verb ing؟ ايه ده يا ابني فين العيش؟ يا ماما انا جايبه I remember buying. انا شاريه وفعلا موجود فوق افتكرت فعلا جايبه. لكن forget to plus infinitive ينسى ان يفعل الشيء. طب لو عملت الحاجة ونسيت ان انا عملتها اصلا يعني انا قفلت الباب وكلنا بيحصل لنا الموقف ده ومشيت. هو انا قفلت الباب ولا لا؟ وارجع اشوفه ايه ده انا نسيت ان انا قفلته يبقى I forget. خلاص I forgot. خلاص locking the door. ماشي؟ طيب تعالى كده هنا بيقول لي ايه؟ بيقول لي بعد كده stop. stop طبعا انا شرحت برضو ده قبل كده في ريل. stop من الافعال اللي خلي بالنا منها. خلاص؟ بيجي في ال to plus infinitive بيختلف عن verb ing. يعني ايه يا مس؟ يعني لما اجي اقول على سبيل المثال I stop. خلاص I stop to يتوقف لكي يفعل شيء. On her way home وهي في طريقها للبيت دينا stopped to talk to her friend ندى. وقفت تكلم ندى صاحبتها. طب هي هتفضل واقفة؟ لا هتخلص كلام ترجع تاني تمشي عشان تكمل طريقها. هرجع اكمل طريقي تاني. خلاص يا شباب؟ يبقى هي توقف تكلم صاحبتها وترجع تكمل طريقها في المروح. لكن ما اجي اقول stop smoking يعني هو خلاص اقلع عن التدخين اللي هو he stopped smoking يعني توقف عن فعل الشيء بشكل دائم. مش هعمله تاني خلصت. مش هعمله تاني. نقول تاني remember to يتذكر أنه لم يفعل الشيء. remember verb ing يتذكر أنه فعل الشيء. forget to نسي أصلا إن هو يعمل الحاجة المطلوبة منه. forget verb ing نسي إن هو عمل الحاجة. خلاص stop to وقف كده بشكل مؤقت وبعد كده هيرجع يعمل حاجة مرة تانية. خلاص stop verb ing يتوقف تماما أو يقلع عن الشيء ويريح دماغه منه خالص. تمام يا شباب؟ نخش بعد كده على اللي بعده. بيقول لي ايه؟ بيقول لي try بيجي بعدها ايه يا شباب؟ try ليها معنيين. احنا عارفين دايما ان try بتيجي بمعنى يحاول. خلاص انا هاخدها النهارده بمعنيين. مره هاخدها بمعنى يحاول ومره هاخدها بمعنى يجرب. ايه الفرق بين يحاول ويجرب؟ بص يا سيدي بيقول لي هنا ايه؟ طبعا انا بشتغل من الكتاب علشان تبقى عندك الماتيريال بتاعتك اللي بتذاكر منها. try to plus infinitive خلاص تيجي بمعنى يحاول ان هو يعمل حاجة بمجهود. خلاص لكنه لا يستطيع فعله. هو بيعمل حاجة ويحاول يعملها بس هي صعبة وهيقعد يشوف النتيجة. واحد يقولك ايه I tried to fix the fan. انا حاولت اصلح المروحة بس هي مش راضية تتصلح. يبقى الراجل بذل مجهود. يبقى she tried to solve the math problem حاول يحل مسألة الحساب but it was difficult بس كانت صعبة. الراجل هيموت نفسه. خلص خش على بعض. قالك she tried eating هي جربت fresh vegetables and she liked them. والله جربتها وطلع طعمها واو تحفة. قالت أنا عايزة أجين تاني أجرب التجربة دي. يبقى هنا هقول try verb ing. يبقى أنا عندي كده try to أنا أحاول أعمل حاجة. I tried to carry the heavy box but I can't. بس ما قدرتش it's so heavy. لكن ما أجي أقول I tried مثلا I tried eating sushi.
and I liked it. انا حاولت اكل سوشي and I liked it. عجبني قوي. خلاص يا شباب، نبدأ بقى نيجي ايه، تعالى طبق بقى يا حبيبي، يلا الاكسرسايز بتاعنا ونشوف هنعمل ايه، والشطور معايا كده يشتغل ويوريني شطارته. اول حاجة خلاص، اول حاجة يا دكاترتنا يا محترمين، خلاص دكاترة تالتة اعدادي المحترمين، بيقول لي ايه؟ بيقول لي he agreed، هو وافق، وانا قايله verb agreed. خلاص verb agreed يبقى هقول بيجي بعدها ايه؟ to plus infinitive، يبقى he agreed ايه؟ he agreed to come. غلطة في كتاب مطبعي يا شباب ولا يهمك، يبقى he agreed to come خلاص to the party. ماشي، هي to هنا متكررة، الغلطة عندنا يا ولاد، يبقى he agreed to come to the party. ماشي. I always avoid، قلنا avoid في بعدها ايه؟ يتجنب، verb ing على طول، يبقى avoid making. بص يا شباب، لو انا عندي الفيرب اخره اي شيل الاي وانت بتحط الاي ان جي لو كانت غير منطوقه، لان انت عندك بعض الافعال الاي فيها منطوقه زي بي زي سي، بتحط لها الاي ان جي من غير ما تحذف الاي في الكونتينوس. تمام. طيب قالك he remembered، هو تذكر، تعالى بقى شويه، afraid of glowing eyes، الواد افتكر ان هو حس ان هو كان خايف من العينين اللي كانت متوهجة، يبقى هو شافها بالفعل، يبقى هو فعلا شاف العينين المتوهجة. لو شاف الحاجة بالفعل يبقى he remembered feeling، تذكر الشعور بالخوف، يبقى هو شافها بالفعل، يبقى نحط اي ان جي. طيب يقول لي هنا ايه؟ he refused moving، he refused to stop، رفض ان هو يقف، he refused to stop. Nader used an empty bottle to collect water. خلاص يا شباب، يبقى انا عندي كده خلاص الكلام ده لازم نحفظ الفيربس، دي نصيحة يعني من أختكم أو من أمكم، لازم نحفظ الفيربس عشان مش هنعرف نحل من غير ما نحفظها. اعملها أغنية، اعملها سلسلة، 1 2 3 4، كل صف فيه 4 أفعال، قسم أفعال للمستقبل لوحدها، أفعال الحب والكراهية والإحساس اللي هي stative verbs اللي هي الأفعال الستيت، وهكذا. قسم، سهل على نفسك موضوع المذاكرة، اعمل لحن وذاكر بيه، هتلاقي الدنيا ماشية صح. تمام. خش على اخر حاجه عشان نقفل الجرامر بتاعت اليونت بتاعتنا، بس يا رب نطلع فاهمين ونطلع مستفيدين. اول حاجه هنبدا كده نقول ايه؟ eating wild fruits، تاكل كده الايه؟ الفواكه البريه wasn't easy but needed. على طول عندي need، خلاص عندي need يا شباب من فعل زي الاحتياج هو او فعل الرغبه، زي need زي want. خلاص need want من افعال الرغبه، بيجي بعدهم ايه افعال الرغبه؟ to plus infinitive، يبقى but she needed to eat them. following the river، خلاص following the river helped him. انا بص يا شباب help من الافعال خلاص اللي مش واخده حقها قوي. help بيجي بعدها كذا حاجه، يا اما help to plus infinitive، يا اما help with خلاص plus noun، يا اما help infinitive without preposition بدون حرف جر، يا اما help without preposition خلاص يبقى help infinitive. تمام. طيب يبقى هنا هنقول ايه؟ عندك يا اما تقول help find، يا اما help him to find. خلاص معايا؟ he helped him find او to find، الاثنين صح. أميرة enjoys، أميرة بتستمتع بإيه بقى؟ اتفقنا ان verb enjoy خلاص مين الفيربس اللي بيجي بعدها؟ ايوه صح، رد يا جدع. في واحد هنا صوته جميل كده وقاعد يتكلم معايا وانا بقول، يبقى enjoys reading excellent، في حماس كده زي ما انا متحمسه وانا بشرح انت كمان تبقى متحمس معايا، يبقى هي أميرة enjoys reading. he promised، انا جيت قلت لك من شويه ايه؟ افتكر يا ولدي افعال اللي لها علاقه بالمستقبل زي ايه؟ زي promise، زي claim، صح ولا غلط؟ زي expect، زي predict. اديني تو في المصدر على طول، اديني تو المصدر، يبقى he promised to call، هو وعدني انه يتصل بيا after the exam. خلاص. our team want، افعال الرغبه wanted to win، يبقى يريد ان يفوز the next competition. her sister or his sister finished does the dishes in the kitchen. finished ايه؟ قلنا finished doing، بس كده. finished doing اللي هي finish عكسها start to begin اللي بيجي بعدها الايه؟ verb ing. أيمن refused to wait، رفض على طول ان هو يستنى.
my brother kept. اتفقنا kept يعني فضل مستمر يعمل الحاجة دي. kept ايه؟ kept asking. فضل يسأل about the new mobile. they hopped زي wish يبقى to plus infinitive. hop وش اخوات. hop وش اخوات. hop وش زي افعال المستقبل. to plus infinitive. would you like؟ قلنا would حكم على المين؟ حكم على like، حكم على بثير، حكم على love. كم محدش يدخل البيت من غير to plus infinitive. يبقى would like to plus infinitive. زي الفل كده. سؤال اللي choose الحمد لله يا رب حلينا زي الفل وقسمنا الافعال بتاعتنا. خش بقى اللي بعده. ايه هو اللي بعده؟ بصي يا سيدي، اللي بعده لا اله الا الله ومحمد رسول الله عليه الصلاه والسلام. الرايت. في ناس شايفه ان سؤال الرايت ده رخم. انا بصراحه كمس اميره شايفه ان سؤال الرايت ده سؤال لذيذ قوي. انا بحبه ليه؟ بيعرفني الطالب الفاهم من الطالب اللي مش فاهم. يعني السؤال ده كان موجود زمان ولغوه خلاص ورجع نزل السنه دي. انا مبسوطه بالسؤال ده. He didn't want to stop in the jungle. مش عايز يقف. طبعا لما يقول لك مش عايز يبقى هو رفض، يبقى حاجه ضد رغبته. خلاص احنا قلنا he didn't want يبقى he refused. خلاص يبقى he didn't want to يبقى he refused ايه؟ he refused خلاص to stop. يبقى انا شلت didn't want وجاب لك الفعل هنا ماضي عشان الجمله in the past. he didn't want مش عايز خلاص يبقى he refused. wants his dream is to buy a new car. يعني يقول لك ايه؟ his dream is. خلي بالك برضو زمان الجمله بيفرق يا شباب. هو مديك مضارع يبقى عايز مضارع، هو مديك ماضي يبقى عايز ماضي. يبقى باجي اقول his dream is to buy يبقى he مضارع يا باشا مضارع يبقى he wants. خلاص he wants to buy a new car. هو عايز يشتري عربية جديدة وعدنا. خلاص the explorer المستكشف needed to collect water in a bottle. يا سيدي عايز يجمع المية كده ويحطها في ازايز. قال لك hoped he needed to collect water in a bottle. يبقى he هنقول كده the explorer هنشيل needed ونحط ايه؟ hoped to وخلصت على كده. واحنا واخدين هوب وش افعال ايه؟ تمني لان ضمن الجماعه بتوع المستقبل to plus infinitive. خلاص يا شباب. قال لك he said that هو قال لي he would help me هو قال لي انا هساعدك. خلاص he said that he would help me يبقى he promised او he promised بجيب بعدها مفعول. he promised to help me. he promised to help me. ما انت واخد promise to وانت هتجيبها بمعنى الجملة يبقى he said that he would help هنقول he promised to help me. تمام يا شباب. اخر جزئية خالص ونقول سلام عليكم. تمام يا رب يكون بنستفاد بس وانا بشرح كده. اول حاجة دي طبعا الكتاب يبقى من الاسئلة دي طبعا هيجي منها الاسئلة بتاعت الامتحان اكيد مش هتخرج عن المجموعة دي. he looks forward to finding a job. ايه ده يا بس؟ ده اكسبريشن مهم جدا. اللي هو ايه الاكسبريشن؟ بص يا باشا انت عندك used to بيجي بعدها الانفينيتيف يبقى ده اكسبريشن خلاص من افعال بيجي بعدها فعل في المصدر. خلاص نيجي اقول لك ايه؟ it is time to او it's time to دي برضو من الاكسبريشنز اللي بيجي بعدها infinitive. يبقى واحده واحده كده used to it's time to بس كده used to it's time to. طب تعالى تاني هروح قايله ايه؟ على سبيل المثال ركز the first to. ايه ده؟ الافعال بيجي معاها to المصدر مش افعال بس expressions اعداد او ارقام ترتيبيه. the first the second to المصدر. طب اقول لك على سر it's الصفه to المصدر احفظها كده. ايه it is easy to climb the mountain او this mountain. ده سهل هنا تطلع تنط على البتاع ده الجبل ده تتسلقه. it is خلاص it is على سبيل المثال important to it's important to خلاص speak English. يبقى دي expressions بيجي بعدها to زائد المصدر. طب يا باشا انت هنا جايب لي forward to انت دخلتينا في قصه تانية ليه؟ هقول لك يا باشا. اول حاجه تمام عايز اقول لك حاجه بسيطه. ايه هي؟ في عندي expressions زي look forward word to بيجي بعدها رغم ان فيها to بيجي بعدها verb ing. يبقى look forward to plus verb ing. look forward to plus verb
NG. طب خش على اللي بعده. is used to بيجي بعدها verb ING. would كسرت القاعدة مع mind لأن mind بتمشي كلامها عليها. would mind plus verb ING. ايه ده بس؟ يعني is used to ING. look forward to verb ING. would mind verb ING. خلاص كل الحاجات الجميلة دي بيجي بعدها verb ING. تمام يا شباب؟ يبقى دي كده الحاجات اللي بيجي معاها expressions ING. عشان تيجي تقولي ايه he looks forward to، هو بيتطلع to finding a good job، نفسه يلاقي وظيفة يا جماعة. هنروح شايلين هي وخلي بالك to اهي بس جاي بعدها ING. اروح قايله ايه he hopes، وهنا مضارع وهنا مضارع، هنا في اس وهنا في اس. hope بيجي بعدها to plus infinitive، يبقى he hopes to find a good job. يعني هو بيتطلع هنا بيتمنى ان هو يلاقي وظيفة ايه good job، وظيفة جميلة او وظيفة حلوة او وظيفة بتاعت احلامه. هنا agree ومن غير بص اهي agree to refuse to عكس بعض، يوافق ان يرفض ان. طب تعال he said that he would give me some money، هو قال انه ممكن يديني فلوس، يبقى هو موافق، يبقى he. شيل بقى انا عايز معنى الجملة، المعنى ايه he agreed هو وافق. agree بيجي بعدها ايه to، يبقى he agreed sorry he agreed. خلاص he agreed. خش على to اجيب infinitive، يبقى he agreed to give me خلاص some to give me some money، يبقى هو وافق يداني بعض الايه بعض الفلوس. تمام. قال لك enjoyed we like the meal very much احنا حبينا الوجبة قوي. we enjoyed the meal very much. تعالى يا بابا هتروح قايل لي ايه we liked the meal. طب we enjoyed the meal، طب انا عايزه enjoy اجيبها ازاي؟ تعال هنقول we enjoyed. خلاص هو الوجبة دي بنعمل فيها ايه بناكلها، يبقى we enjoyed having we enjoyed eating، يبقى تناولناها سواء أكلنا أو شربنا. خلاص يبقى we enjoyed the meal، يبقى eating the meal very much، أو we enjoyed having the meal very much. avoid يعني يتجنب، تجنب الحاجة verb ing. he decided not to smoke اللي أنا لسه كنت بقول أهو، جاب لك decide بعدها not to. الجزئية دي مهمة جدا. احنا لسه بنقول ايه decide not to، ما ينفعش اقول he didn't decide، لا he decided not to. يروح قايل لك ايه he decided not to smoke اللي هو he، وراح قايل لك حط لي avoided، يبقى he avoided. خلاص he avoided ايه يا شباب؟ خلاص he avoided بنروح قايلين ايه جدع برافو عليك he avoided smoking، لأن avoid بيجي بعدها gerund أو verb ing. his decision was to play football، قراره إن هو يلعب كورة. قال لك decided، أنا عندي دي decision دي عبارة عن قراري، فدي عبارة عن noun. خلاص أنا عايزة أعملها verb. تمام. his decision was أنا هقول يبقى he decided to، يبقى he decided to play football، لان انت واخد ان decide بيجي بعدها to plus infinitive. طب هي في الفعل اللي فيه to decide not to. خلاص معايا advice not to. خلاص معايا زي ما اتفقنا agreed not to. تمام يا شباب. طيب قالك he said أو she said she would help me، يبقى she offered helping me. تمام. أتمنى تكونوا استفدتوا وتكونوا فهمتوا حاجة من اللي احنا قلناها. خلاص ويكون اليونت بالنسبة لكم بسيطة وسهلة، وأكون قدرت أوصل لكم المعلومة. استنوني في يونت 10 مفاجأة جامدة جدا واليونت بالتفصيل، انتظروني.